الفلسطينيون الذين اليوم يطلبون مقاطعة إسرائيل، هؤلاء الفلسطينيون قادة النضال يأتون الجمعة بالليل، أنا بعزمك تعال تل أبيب، بتشوفهم يشربون الخمر ويفحشون مع النساء الإسرائيليات ويقولون لزوجاتهم هم بمهمات سرية وبمفاوضات مع الكيان الغاصب. هؤلاء القادة الفلسطينيون الذين يتكلمون يعني ضد التطبيع، كل أموالهم في البنوك الإسرائيلية، هؤلاء يعني لا يطبقون مقولة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هؤلاء القادة الفلسطينيون لا يريدون أن تقوم دولة فلسطينية، هم لا يريدون ذلك. لماذا؟ وكيف حيعيشوا بعدين؟ كيف حيعيشوا إذا في دولة فلسطينية؟ هم يتاجرون صباحا ومساء بالقضية الفلسطينية، لا يريدون دولة فلسطينية. صار لهم 50 سنة عم بياكلوا من أموال السعودية واليوم يشتمون السعودية. في أول تجربة يعني راحوا للفرس للإيرانيين.